هنا قلت اطلع بالليل اتمشى في شوارع اسكندرية. رحت عند المتحف اليوناني، مكان جميل قوي، وفيه بيتعمل كتير سيشنات تصوير. يعني لو زفاف حد عاوز يتجوز بيجوا هنا. وهنا العريس ده بيمسي عليا. مبسوط جدا من السكوتر. حاجة مهمة على الاسكوترات الكهرباء، هتلاقي الناس كلها عمالة تسلم عليك، الناس كلها مبسوطة، حاجة جديدة محدش مألوفة للناس. هنا برضو قلت اطلع على شارع فؤاد. الناس كلها بتبصلك وتوقفك، ده بكام وده السعر كام. حاجة غريبة، لسه الناس ما خدتش عليه. طالع بالسكوتر الاي لارك المميز جدا، القطعة الوحيدة في مصر تعتبر، او في منه تاني بس مش منتشر، سكوتر قمة في الراحة. هنا بقى شوارع، محلات شارع فؤاد التاريخية الجميلة. داخل على إشارة هنا بقى، والدنيا كانت زحمة شوية. بعد كده بقى شكل السكوتر المميز الاي لارك. عجلتين اللي قدام بتوعه فيهم مساعدين مريحين جدا في السواقة، بيمشوا في أي ظروف. خش شيك على الاي لارك ده، هتعرف ان هو حاجة عالية قوي. ده الريموت بيشتغل عن بعد مع المفتاح بتاعه، ده مصمم لفتح البطارية. نسختين بقى معانا، بس سايب نسخة احتياطي في المحل. ده شكله، الإضاءة بتاعته جبارة بالليل، خصوصا النور العالي أو الواطي. الكاوتش بتاعه زيرو. السكوتر ده حالته جديدة جدا، يعتبر جديد من عندنا من محل وول بايك، من اللي بتقدم لكم النوادر. انتوا شايفين تفاصيل جبارة. الشاشة بتاعته واضحة، الأنوار بتاعته واضحة. حاجة ينفع حد كبير، ينفع حد صغير، ينفع شاب، ينفع أي حد، حتى لو طفل هينفع. بيتطبق وبيتحط في العربية. كله تفاصيل، كل حتة تفصيلة مصروف عليها. احنا عاوزين برضو نقدم لكم كل ما هو يخليكم سعداء، وتابعونا وشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. احنا بنحب نطلعوا كده بالليل في اسكندرية، نعملوا جولات، نروحوا الأماكن السياحية دي زي محطة الرمل، المتحف اليوناني. بنحب نتفرجوا كده على الأماكن ونشوفوا